السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. طبعا الناس بتاعت شيعة تبعد عننا خالص. طبعا مش هقول لكم فايدة الرجول عاملة ازاي، واللعيب طبعا اللي هو كريستينيو تقريبا كلا عشان تبقوا عارفين، ما بعرفش انطق اسمه اصلا. ف كريستيانو. كريستينيلو دي كريست بنتي اللي قاعدة جنبي بتقولي على فكرة. طبعا انا هنا غسلتها منضفه، هي شايله الضوافر بتاعتها وبغسلها. والله والله فايدتها مفيده جدا جدا. الناس اللي بتعاني من الخشونه بتاعه الركبه، ماده الجيلاتين اللي ما بين الركبتين دي، هي دي بتعالجها زيها واحسن من الكوارع. لو انتوا هتبحثوا عنها هتخشوا وتعرفوا فايدتها قد ايه. طبعا هنا انا بوريكم ان انا هنا كنت على فكره نقعاها غسلاها كويس جدا، شايله الضوافر وشايله الحته اللي في النص، وبنقعها بدقيق وليمون وبشطفها ولا 100 مره. يعني بص انا لازم اخليها ما فيهاش زفاره خالص. هنا انا خلاص خلصتها خالص اهي، بحطها في الحله وهحط الكميه كلها، وبعدين هحط عليها اقطع بصلايه او هبشر بصلايه، وجايبه قطيتين صغيرين كده بشيل القشره من عليهم بقطعهم قطع صغيره، وفصين توم زي ما انتوا شايفين كده. كل ده طبعا بحطه على الرجول بعد ما غسلتها خلاص وعلقت عليها هي، ومعاها ورقتين لوري، واحط عليهم ورقتين حبهان، واحط فلفل اسود وواحده ماجي وسنه ملح بسيطه جدا عشان طبعا تستوي بسرعه. وبعدين احط كل التوابل دي وهمسك الحله. طبعا هقعد انطقها من تحت لفوق كده. وهنا حطيت شويه فلفل بابريكا، وهنا الملح اهو زي ما قلت لكم، وهنا الماجي هنا بحطها. وهبتدي بقى ان انا امسك الحله واقلبها من فوق لتحت كده علشان تتعمل كلها في بعضها كده زي ما انتوا شايفين كده. وبعدين هتغلي اول غلوه، وهروح موطيه النار عليها تبقى زي الشمعه نص ساعه بالظبط. وبعد كده بتستوي، وبحط هنا نص كوبايه ميه قبل ما اغطي عليها اصلا. هنا بقى انا هسيبها براحتها خالص. بصوا هنا خلاص ما شاء الله استوت. عايزه اقول لكم والله والله جميله. وعايزه اقول لكم شويه الشوربه اللي هي البهاريز بتاعتها اللي من تحت دي جباره جباره جباره. في ناس بتحب تاكلها كده تسليه، وفي ناس بتعمل جنبها على فكره مكرونه بيضه، ده عادي جدا. وبألف هنا وشفا للي هيعمل زينا، واللي مش بتوع اليعي يبعدوا عننا خالص، فاهمين انتوا؟ وايه ده، ورجول وما عندكوش احنا الناس دي احنا ناس عندنا خشونه في ركبتنا بنحب نداويها طبيعي كده. والله جميله جدا.